السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو طبعا كنت معاكم فيه. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل اكلة حلوة، بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عند كلمة الكل علشان يوصلكم مني طبعا كل جديد. النهارده هنعمل اكلة حلوة، اكلة مغذية ومفيدة. الاكلة دي طبعا انا عاملاها لمين؟ عاملاها لمحمد ابني، علشان من حوالي اسبوعين كده كان ماشي في الشارع فخبطه تاكس، يعني الحمد لله كل اللي يجيب ربنا ايه طبعا الحمد لله يعني. فرجلي طبعا كانت تعبانه، فانا قررت ان انا اعمل له كوارع. فالاكله طبعا ديت انا عاملاها لمين؟ لمحمد ابني. هنحتاج معانا زي ما انتم شايفين كده كميه كده من البصل. ده مبدئيا حاليا دلوقتي احنا عايزين كميه كده من البصل، ومعانا طبعا الكوارع بتاعتنا دي، ومعانا هنا طبعا زي ما انتم شايفين هنا بنغلي ميه حاطين فيها ورق لوري زي ما انتم شايفين كده على الوش. ننزل دلوقتي بالبصل بتاعنا، وننزل بالكوارع بتاعتنا دلوقتي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيبها طبعا في البصل دوت، وهنسيبها كده يعني لغايه لما تستوي خالص. هنسيبها كده ومش هنيجي عندها خالص كده. خلاص كده تمام، احنا حطيناها. هنشوف بعد كده هنمشي مع بعض خطوه خطوه. احنا لغايه كده احنا ايه حطينا البصل ورق لوري، وحطينا ايه الكوارع اللي عنده. انا بصراحه ما عنديش حبهان، فانا ما حطيتش حبهان. انا هسيبها كده، وبعدين طبعا هنمشي مع بعض خطوه بخطوه. زي ما قلت لكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، واللي مشتركش عندي يشترك. طبعا ده مش امر، دي محبه. فيا ريت كلكم طبعا تشتركوا عشان نكبر كلنا ايه مع بعضنا، والقناه كده ايه تكبر كده بيكم. كده احنا طبعا حطيناها كده، هنسيبها وطبعا هنبقى مع بعضنا. خليكم معايا اهو كده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده رجعنا لها كده بعد ما بدأت بتغلي. زي ما انتم شايفين كده هنحط لها طبعا دلوقتي ايه، انا ما حطيتلهاش فلفل اسمر في الاول. ليه؟ علشان لما بتحط فلفل اسمر في الاول ما بتطلعش الدسم بتاعها كده، يعني ان كان لحمه فراخ اي حاجه. طبعا نحط لها فلفل اسمر كده، وهنديها تقليبه ايه تاني، وهنسيبها برضو لسه بدري طبعا عشان ايه، علشان تستوي. احنا طبعا عايزين الشوربه دي كلها تقصر خالص، يعني تبقى حاجه قليله قوي. بس كده انا دلوقتي هقفل عليها برضو تاني، واسيبها طبعا ايه تاخد راحتها طبعا في السوا. وهنكمل مع بعض طبعا وايه، وهوريكم طبعا يعني خطوه بخطوه. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض رز محمر، والحله التانيه زي ما هي لسه على النار. هنحمر طبعا الرز دوت واحده واحده. طبعا هنا نزلنا عليها كده زي ما انتم شايفين كده وعصير طماطم، وهنسيبها بقى كده مع نفسها. وهنا الرز طبعا بيتحمر زي ما انتم شايفين. هنستنى طبعا دلوقتي، هنستنى عليها، هنقفل عليها كده وهنسيبها، وهنشوف بقى النتيجه مع بعضنا بعد. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده حطينا الطماطم، وزي ما انتم شايفينها طبعا انا حطيت بصل كتير. ليه؟ علشان قلت لما هعمل الشوربه وطبعا تبتدي ان هي تقصر الشوربه دي، هحط عليها طماطم كده وازودها واسيبها ايه طبعا تكمل بقيه السوا كده فيها زي ما انتم شايفين. كده احنا هنسيبها تستوي. طبعا تكوني منضفاها كويس وتكوني غسلاها كويس، وتعمليها طبعا بالسكينه كده، يعني على تشوطيها على النار يعني. وبعدين تشطفيها شطفه كويسه طبعا، ما تخليش فيها اي حاجه خالص. دي كده ايه، دي كده الكوارع. وهنا طبعا الرز بتاعنا هنا زي ما انتم شايفين كده هو خلاص داخل على السوا. خليكم معانا طبعا هنخلص وهوريكم. طبعا كده زي ما انتم شايفين كده استوت معانا. هنطلعها طبعا كده في صينيه، وهندخلها الفرن يا دوبك تاخد بس حاجه بسيطه وتطلع تاني.
زي ما انتم شايفين كده، شايفين. وهناخد دمعتها دي كلها اهو كده. وهنا معانا الرز كده خلصناه. هندخل كده الفرن. بص كده اهو كده يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده. هنفتح الفرن طبعا كده ونشوف اخبار الصينيه بتاعتنا ايه اهي. بس مش عارفه، مش باينه، هي لسه شويه. هنسيبها طبعا شويتين وبعد كده نفتح عليها ونشوف طبعا الاخبار ايه. خليكم معايا. طبعا كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين ده منظرها كده النهائي. وكده معانا الرز خلص اهو، زي ما انتم شايفين مفلفل وجميل كده. هي دي طبعا غدانا النهارده. اتمنى طبعا يكون يعجبكم. ما تنسوش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عند كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اتفضلوا معانا طبعا. زي ما قلت لكم ده غدانا النهارده. والهنا والشفا طبعا لكل اللي هياكل واللي يتفرج. ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.